على احلى اصحاب واخوات، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. وحشتوني كتير من اخر فيديو نزلناه مع بعض. بصوا بقى، لسه جايه من بره وجايبه حاجات الاسبوع بتاعي كده. جايبه فاكهه وجايبه كرنب، وجايبه طماطم. تعالوا اقول لكم الاسعار. وجايبه بصل وجايبه خيار. انا مش عارفه الخيار اليومين دول غالي جدا، يعني الخيار ب25 ليه مش عارفه. اول حاجه بقى نسمي الله ونشوف جايبين ايه مع بعض. انا جايبه بتنجان حشو بس مش كتير، جايبه في حدود كيلو. ماشي. البتنجان المقاس ده عامل كام؟ عامل 10 جنيه. جايباه حلو للحشو، يعني ايه، جايباه كله مقاس قريب من بعضه. تمام. المشبح ده ب10 جنيه. الليمون ب30. جايبه ليمون، مش عارفه ده ربع ولا ايه. والفلفل ب12. الفلفل ما شاء الله يعني حلو، ب12 جنيه. وجبت طبعا فاكهة، جبت جوافة وجبت مانجا وعنب. وجبت الطماطم دي مستوية للصلصة، يعني فيها الحتة الصغيرة دي، هي ناشفة مفيهاش اي حاجة هتتشال. وجايبة واحدة بنجرية معاهم هغسلها. اهي الطماطم دي والطماطم دي للصلصة. بكام الكيلو؟ بصوا، هي بس فيها ايه الحتة الصغننة دي كده. الكيلو بكام؟ ب3 جنيه. يعني الطماطم اللي هي للصلصة دي مش مستوية. الكيلو بكام منها؟ 3 جنيه. تمام. ودي النضيفة شوية بس الصغننة ب5 جنيه. بصوا ما فيهاش اي حاجة خالص وجامدة وناشفة. دي ب5 جنيه. ايه. اصلا عشان الجو حر تحس ان الطماطم يعني كتير ومهرتلة كده مع نفسها. بصي، دي ناشفة وب5 جنيه. تمام كده. ودي برضو ما فيهاش اي حاجة، فيها بس الحاجات الصغننة دي اللي هي ممكن نشيلها من هنا. ب3 جنيه. انا خدت الاربعة ب10، يعني خدت ال4 كيلو ب10. بصوا بقى الخيار يعني هو حلو، خيار فلاح بس ب25 جنيه. غالي قوي. كان من 15 ل18 ل25. هو مش بيرخص، هو بيغلى. ليه مش عارفة. انا اصلا ما بكترش في الخيار علشان خاطر بيترمي عندي. وجايبة هنا بقى هوريكم انا جايبة ايه تاني. هنا بقى جبت الجوافة دي ب25. ودي مانجا سكري، نص المقاس ده ب50. المانجا اللي غالية قوي. والبلح ده تلاجات ب30. جايباه ب30. والعنب ده ب30. ده عنب مش عارفة اسمه عنب كريز او ايه، بس مسكر جدا. وجبت بقى طقم الكوبايات ده. الكوباية بسم الله ما شاء الله جميلة قوي، والماتيريال بتاعتها يعني الخامة بتاعتها حلوة وتقيلة. يعني كوبايات ما شاء الله حلوة، مش اللي هي الفرزة. حتى بصوا اللي بتبقى فرزة بيبقى الخط ده في خط هنا كده، الخط اللي هو ده بيبقى خشن وبيخربش. لكن دي بسم الله ما شاء الله. بصوا الكوباية اصلا عاملة ازاي، هي بتتكلم عن نفسها. ب50. طقم الكوباية يعني ال3 كوبايات دول ب50. وجبت كرومباية والخضار بتاعها هوريها لكم. وجبت الكرومباية دي هبقى اعملها معاكم في فيديو. بصوا ده طبعا الورق اللي هو بره، انا مرضتش اخليها تقطعه علشان خاطر بتدبل لما بتشيل الورق ده. الورق ده بعد كده بيدبل اللي هو بره. فطبعا ده هيتشال. ده اخضر، ده بيتحط في الحله من تحت، يعني في اول صفه كده لو حد حابب يحط. لو حد يعني عادي بيحب الاخضر، بس انا بشيله، انا بعمل الابيض ده بس. كولومبيه ما شاء الله ب40 جنيه. هي حلوه يعني مش كبيره قوي ومش صغيره. الكرنب غالي اصلا عشان اخر مفيش كرنب، يعني اخر حاجه اللي هو اليومين دولت في الموسم بتاعه، لكن لسه بقى الشتوي هيطلع الشهر الجاي. والتلات ربط خضار دول نص الواحده قد كده. يعني واحده حلوه ما شاء الله. في ناس مقللاها، يعني في ناس عامله دي 2. التلاتة دولت بتوع المحشي، شبت وكزبره وبقدونس، ب10 جنيه. دي فيها يعني دبلان شويه، هننقي الدبلان عادي عشان الجو حر اصلا من الشمس،
فالتلات ربط دولت حلوين قوي، دولت ب10 جنيه، والنعناع دي الواحده دي ب2 جنيه. بس كده، وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص والمشتريات بتاعتي خلصت، وقلت لكم الاسعار اللي انا جبت بيها. هوريكم بقى الطماطم، اخر حاجه اللي انا عاملاها صلصه، فغسلتها ونضفتها وشلت الحتت اللي هي مش حلوه فيها، ورحت جايه حطها على النار. بصوا انا هنا حطيتها على النار وفتحتها، او فتحتها كده علشان خاطر تستوي، ورحت جايبه البنجرايه دي، قطعتها غسلتها وقشرتها، ما حطيتهاش بقشرها، وقطعتها كده. انا كده كده هصفيها، يعني انا كده كده هسيبها تتسبك، وحاطط لها بس حبه ميه علشان خاطر يعني هي هتنزل ميتها، حطيت حبه صغيرين بس يساعدوا ان هي تنزل ميتها. هغطيها بقى واسيبها براحتها تتسبك خالص، وبعد كده اما تبرد الصبح ان شاء الله هحطها في الخلاط وهعصرها. وكده كده انا بشيل التفل بتاعها، هي يعني الحركة دي ما بتخليش يبقى فيها تفل كتير. ممكن ان انتي تقطعيها وتعمليها في الخلاط وتسيبها تتسبك براحتها، بس مش هتبقى حمرا وهيبقى فيها تفل كتير هيتشال منها، يعني يعتبر الخير بتاعها هيطلع، لكن كده مش هيبقى فيها بذرة خالص. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة، باي باي. الصلصة هنا بعد ما اتسبكت، بصوا البنجر عامل ازاي، بصوا. هي لو حبيتي تعمليها كده فالقشر بتاعها هيطلع على طول، يعني لو حبيتي تفصليها عن بعض كده وتضربيها في الخلاط من غير ما تصفيها عادي. فانا دلوقتي هضربها في الخلاط وهصفيها، مش هتاخد اي حاجة اصلا، في ثواني هتتصفى وفي ثواني هتنضرب لان القشر بتاعها خلاص انهرى معاها. بصوا بقى هنا كده بعد ما خلاص سبكت، يعني حطيتها تتسبك، ضربتها في الخلاط. بصوا انا يعتبر ما صفيتهاش ليه، لان انا هعمل بيها اصلا محشي، يعني انا هخلي الصلصه دي للمحشي. كده كده اغلبيتنا ما بيعملش الصلصه بتاعه المحشي، مش بيصفيها. بس انا بصوا شكلها عامل ازاي، يعني مش محتاجه اصلا تتصفى. بصوا بقى كده خلاص بتتسبك اهي. انا ما بحبش اصفيها قوي للمحشي، بس هي بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني هي مصفيه نفسها اصلا. بصوا زي ما انتم شايفين كده، ووفيرة جدا، يعني يعتبر دولت ب10 جنيه، 4 كيلو طماطم ب10 جنيه، يعني 10 جنيه عملت كمية صلصة. طبعا انا مش هعمل بكل دولت محشي، يعني انا هحطهم في اكياس، هعمل على قد المحشي اللي انا هعمله او على قد استخدامي. بصوا حتى ما فيهاش قشر، ما فيهاش اي حاجة، ولو صفتيها اصلا مش هيطلع منها حاجة خالص، لو طلع منها يطلع منها حاجات بسيطة جدا. بصوا هي كمان ما فيهاش مية، فيها مية بسيط. خلاص بقى هي هتاخد غلوتين كده وتتسبك، وممكن تحطي حبة سكر، فانا مش هخليها اصلا تغيب عندي، يعني انا هستخدمها على طول. هاتي الطماطم، لو لقيتي الطماطم قدامك رخيصة وحلوة ونضيفة هاتي واعملي كده على طول، يعني ما تستنيش ان انت تشتري من بره، او الطماطم شوية بتغلى وشوية بتقل، يعني ما تعرفيش سعرها في الطالع شوية في النزل شوية. فلو لقيتي قدامك حبة طماطم هاتيهم على طول، اغسليهم واشطفيهم وانتي واقفة، هترصي حاجتك في التلاجة، هتعملي كده وهتملي بيتك خير، وهتلاقي عندك الصلصة بتاعتك منين ما انتي تيجي، وهتسهل عليكي. حبيتي تعملي اي اكل، تسبيكه، بطاطس في صينيه، اي حاجه، هتلاقي الحاجه عندك جاهزه. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه، باي باي.